الإيمان يقين وقناعة في العقل وشعور وحب وإحساس في القلب. الإيمان بيزيد وبيقل، ما هوش ثابت. إيمانك ما هوش ثابت، إيمانك بيزيد أحيانا وبيقل أحيانا، ولازم تبني هذا الإيمان ولازم تنميه ولازم تكبره عشان يفضل حي ويفضل إحساسك وخشوعك وخضوعك لله سبحانه وتعالى موجود، ومحبتك لله وإحساسك بوجود ربنا ومعية الله سبحانه وتعالى ظاهرة وواضحة في حياتك. شوف ربنا بيقول: إذا تليت عليهم آياتي زادتهم إيمانا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم كده. وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. يبقى الإيمان بيزيد. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، مش مسألة إن أنا خلاص أنا آمنت، أنا اقتنعت بوجود ربنا وصدقت خلاص أنا كده مؤمن. لا، لأن لو كان الإيمان صاحي في قلبك وحقيقي ومالي قلبك ما كانش ده حالنا. لو الناس مؤمنة بجد مش هتسرق، مش هتغش، مش هتظلم. انت لو مقتنع ان ربنا شايفك في كل لحظة، لو مقتنع مليون في المية ان في نار، في حساب، وانك هتقف قدام ربنا سبحانه وتعالى تتحاسب، مش هتظلم، مش هتغش. لما بتروح تستثمر في بنك، تدفع فلوس في شركة، تقول انا هحط فلوسي عشان اخد ارباح، انت متأكد ان فلوسك جايلك فبتحط فلوسك وانت واثق. لو انت مؤمن حقيقي بالحساب وبالثواب وبثواب الصدقة وإن ربنا هيضاعف هذا الثواب، هتحط الفلوس في الصدقات وإنت واثق. عشان كده النبي بيقول: الصدقة برهان، الصدقة دليل على الإيمان. إنما الحقيقة إن الإيمان بيروح في لحظات بيقل خالص، لدرجة واحد بيقع في الغلط. مش كان النبي يقول إيه: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. انت ما بتبقاش مؤمن لما بتعمل الغلط ده، ما بتبقاش مؤمن. لأنك لو مؤمن وشاعر بوجود ربنا هتتكسف تعمل كده، هتخاف. لو أنت مؤمن بجد مش هتخاف على رزقك وأجلك، هتقول كلمة الحق ولو على رقبتك، هتاخد من جيبك وتدي غيرك، هتحسن إلى غيرك، هتيسر على الناس عشان ربنا ييسر عليك. فالإيمان الحقيقي هو أصل الموضوع. لو أنت إيمانك حقيقي هتلاقي بعد كده الصلاة سهلة والصيام سهل والطاعات سهلة والصدقات سهلة وكلمة الحق سهلة والوقوف مع المظلوم سهل. لو الإيمان مهزوز، إيمان ضعيف، هتلاقي كل حاجة صعبة. طب الإيمان بيزيد بإيه؟ الإيمان بيزيد بالطاعة، بينقص بالمعصية. الإيمان بيزيد بالتدبر، عشان كده قالوا تدبر ساعة خير من عبادة سنة. عشان كده ابن عباس قال: ركعتان مقتصدتان بتفكر خير من قيام ليلة. إنك تصلي، تدعي ربنا، إنك تقرأ القرآن، إنك تناجي الله سبحانه وتعالى، تذكر ربنا سبحانه وتعالى، تكلم ربنا، تسمع كلامه، تسمع القرآن وتتلو القرآن وتتدبر كل آية، إنك تتفكر في خلق الله في الكون، إنك تدعي. الدعاء هو العبادة. إنك تتقي الله، إنك تحط الصدقة والبر والإحسان ومعاشرة الضعفاء والأيتام احتسابا لله سبحانه وتعالى، يبني الإيمان ويرقق قلبك ويخلي قلبك يحس بربنا سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن؟ لازم تتدبر القرآن، مش مجرد قراية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا الألباب. التدبر ده هو اللي يورثك الإيمان، والعكس المعاصي. اللي قاعد يسمع أغاني ليل ونهار ويتفرج على أفلام ويجالس العصاة وانغمس في حب الدنيا وفي شهوات الدنيا وفي الفحش وفي الفسوق وفي أخبار الدنيا الفانية، أنت بتبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، إيمانك بيقل، شعورك بالله سبحانه وتعالى بيقل، تبعد عن ذكر ربنا. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كالبيت الايه؟ بيت العامر والبيت الخرب. تخرب كأنك عامل زي الخرابة، مفيش ذكر ربنا سبحانه، مفيش قراية للقرآن، مفيش مناجاة. ازاي يعدي اليوم من غير ما نقرا القرآن؟ ازاي يعدي اليوم من غير ما ندعي ربنا؟ ازاي يعدي اليوم من غير ما نقعد بالليل كده نناجي الله سبحانه وتعالى ونشكي له همنا ونحكي له ونطلب منه؟ ازاي وتفتكر ان الإيمان موجود في القلب؟ لا يمكن. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، اللي عنده مخ. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وهم واقفين وهم قاعدين وهم في الشغل وهم قاعدين على السرير قبل ما يناموا أول ما يصحوا
وهُم في المواصلات عمّال بيذكر الله حتى لو مش بلسانه بقلبه، بيتفكّر في كل حاجة. الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. في كل أحواله في كل وقته مع الله سبحانه وتعالى، في كل أحواله مع الله سبحانه وتعالى. هو ده الإيمان الحقيقي، وهو ده اللي هيخلي حياتك بعد كده أسهل.